بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلي على الحبيب وقلبك يطيب. واليوم الجمعة 18/3/1444 هجرية، وفي مكان ومعلم على هذا الوادي. ايش هذا المكان وش أهميته ومكانته؟ يعطينا شرح عنه. مسيك بالخير يا عم. مساك الله بالخير، حياك الله بارك. يعطيك العافية. الله يسلمك. نتعرف عليك. ابراهيم محمد سالم عبد الكريم. ونعم. الله يحييك، بارك الله. ما عليك. اشوف هذا المعلم ما شاء الله كأنه مسجد. ودي تعطيني كذا شرح عنه بالله لو تكرمت. باذن الله تعالى. نحن الان في منطقة المفجر. اها. والمفجر هذا سمي بالاسم هذا مفرع عين الجديدة، هذا يسموه المفجر. اي. عين الجديدة كانت تطلع من هنا تسمى المفجر. ولا الحي هذا كله يسموه، المنطقة اللي فيها المسجد هذا يسموه حي العشرة أو العشرة. شايف فالعشرة هذه من هنا وغرب تقريبا، هذا العشرة، وهذيك المنطقة يسموها المفجر. فلكن كلها المنطقة لأن العين فيها وجد فيها تسمى المفجر. المفجر تضم معها اللي هو العشرة والحبيبات وما يليها من البساتين. اسامي هذه البقاع وبساتين يعني. اسامي بقاع بساتين تشرب على هذا. كل مكان له اسم. اي والله. هذا المسجد مسجد المفجر طبعا. والمسجد اخذ الاسم مسجد المفجر. مسجد المفجر هذا. فالمسجد هذا طبعا تبرع بجزء منه اللي هو والدي رحمة الله عليه الشيخ محمد سالم عبد الكريم رحمة الله عليه. فأعطى جزء من الأرض أو جزء من بستانه للمسجد. فكما تلاحظ من المنطقة هذه من هنا هذا المحراب. هذا المحراب. ايوه تقول لي تبرع فيه مين؟ تبرع فيه الشيخ ابراهيم موسى بن حسين رحمه الله عليه. نعم. وكان يأذن برضه في المسجد هذا، وكان شو اسمه، وكان امام المسجد الشيخ علي الحجيري رحمه الله عليه. نعم. جلس فتره طويله وهو يأذن في المسجد، يصلي في المسجد هذا ويؤم الصلاه في الفروض الخمسه. والجزء هذا المكشوف هذا تبع أرض تبرع فيها. هذا الجزء الشمالي من المسجد. أيوة. يعني صار جزئين، هذا جزء تبرع منه شخص. أيوة. وهذا شخص آخر. أيوة. تبرع منه من اللي أيوة. تبرع فيه. فيحد المسجد هذا من الشمال اللي هو بستان الشيخ محمد سالم عبد الكريم. نعم. ومن الجنوب الشيخ إبراهيم موسى بن حسين. نعم. ومن غرب الشيخ أحمد إبراهيم بن جمعة رحمة الله عليه. فالبستان هذا من غرب المسجد. الجهة الغربية. الغربية أيوة. نعم. والشرق المسيال. المسيال. نعم. ايش اسم المسيال هذا؟ المسيال الراشدي. وهذا المسيال له قصص كثيرة، يعني فيه سالت فيه السيول داهمت المنطقة في القرن الماضي. نعم. عدة مرات. فكان الآخر ما جاء سيل، اللي هو سيل 1406 هجرية. فكان هذا السيل مدمر. يعني نعم. يعني جرف كثير من البساتين. وجرف حتى لو تلاحظ الدرج اللي هنا تحت جزء منه جرف السيل. الدرج اللي برا الخارج. برا الأخير العتبات الصغيرة ذي في الأخيرة. جرفها السيل اللي هي تحت هنا. واللي ما كان. إيه لأنه على الوادي. أيوة على الوادي. وبعدين فوق الجرف برضه عمل حفر نعم. للمسيال. لدرجة إنه صار نزل المسيال عن مستواه الأول. نعم. أيوة. فهذا بالنسبة للمسجد وعمارته وكذا. ففي المسجد هذا بني طبعا ما نعرف على وجه الدقة يعني تاريخ بناء. لكن أعيد ترميمه في عهد الشيخ اللي هو شو اسمه بردان، شو اسمه الشيخ أبو عطي. حامد أبو عطي. الله يرحمه ويسكنه الجنة. كان رحمة الله عليه. كان هذا الرجل رئيس المحكمة في العلا. نعم. ففي عهده طبعا جت شو اسمه مشروع ترميم المساجد في المملكة وفي هذا. فأعيد ترميم هذا المسجد مثل بقية المساجد الأخرى في البساتين. والشيخ أبو عطي رحمة الله عليه هذا له يعني فضل كثير بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه يوجد مساجد في الخيوف البساتين المزارع على أساس تخدم ايش؟ المزارعين لما يجي ينزلوا في الصيف في البساتين فيصلوا في المساجد بدل ما يروح للديرة القديمة. نعم. يصلوا فيها. فوجد المساجد هذه، فلذلك انت تلاحظ كل البساتين القديمة توجد فيها مساجد. قل أن تجد محل في البساتين القديمة سواء هنا أو في الجهة الشمالية إنك ما تحصل فيه مسجد. وكلها سبحان الله بنفس النمط. تحصل نص المسجد
مسقوف ونصه مفتوح. طراز يعني صيف وشتاء. ايوه، لانه هذا على اساس يسوي زي ما يقول في الصيف يستغلوا يصلوا في المنطقه المكشوفه هذه، وفي الشتاء داخل نعم. المسجد، وفي نفس الوقت الفتحه هذه تعمل على تهويه واناره للمسجد. نعم. ايوه. وكل المساجد نشوفها يعني نفس الطراز، لها درج ودور ثاني فوق. صحيح. يعني يصلوا فيه سطوح فوق ولا بس؟ لا، هي الصلاة في الداخل، الصلاة تحت. وفوق هذا فوق يعني هذا اللي هو المنطقة زي يمكن المؤذن اللي فوق هذه نوريكها الحين. هذا المنطقة طال عمرك يقف فيها المؤذن في المنطقة في المسجد هذا. نعم. والشيخ إبراهيم موسى بن حسين رحمة الله عليه. الله يرحمه. هو اللي مؤذن. هو المؤذن، وكان عنده رحمة الله عليه برضه كان عامل هذا زي الجسر، لو تلاحظ هذا الجسر متواصل مع سطح المسجد ومع بيته، مع يعني البيت حقه، خاصة وقت صلاة الفجر يصحى يجي مع من البيت حقه، ويوقف هنا على المسجد يعني يؤذن. وزيها الحين تقريبا تقدر تقول المساجد الموجودة الحديثة ملحق فيها سكن للمؤذن. أيوة، هذه كفكرة يعني، هذا الفكرة موجودة من زمان. الفكرة هذه كان الله يرحمه يعني عن إبراهيم بن حسين، هذاك بيته طبعا. وكان بجنب المسجد، فكان يسكن جنب المسجد. نعم. وهو من الناس اللي أول من سكنوا يعني بصفة دائمة في المنطقة هذه، بعد ما يعني رحل من الديرة بدري هو رحمه الله. وسكن في البيت حقه هذا، وصار بإذن يأذن ويصلي معه، وعلى كذا ما يتأخر عن الأذان أبدا. ما شاء الله عليه، وبدأ صوته ما شاء الله تزبط ساعتك على الأذان حقه. الله يرحمه ما شاء الله. وهذا البستان، وهذا الجزء الشمالي، هذا البستان حقكم أنتم ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا تبرع من أبوك الله يرحمه ويسكن الجنة للمسجد، يجعله زي ما نقول في ميزان حسناته. الله سبحانه وتعالى. وقلت لي انه بالنسبه للتاريخ غير معروف، يعني تاريخه بالضبط. هو تاريخ البناء ما اعرف على الوقت الدقيق، لكن اذكر اللي هو وقت الترميم في عهد الملك سعود رحمه الله عليه. نعم. عام تقريبا 1373 نعم. او 74 هجري تقريبا الفتره هذه. واللي سعى فيها اللي هو الشيخ حامد ابو عطي عليه الرحمه. طيب اشوف انا في كذا هذه الفتحات هذه الصغيره، هذه حقت ايش؟ هذه ايش؟ هذه الفتحات يوضع فيها اللي هو شو اسمه القناديل، كانوا يضيئوا المساجد بالقناديل في ذيك. نعم. قبل تطلع الفوانيس وقبل اسمه. وبرضه في الاضافه لذاك بعد ما صار ويحط المصاحف برضه. المصاحف تكون الاضاءه دائما غالبا فوانيس او اتريكه يمكن ما في، بس الفانوس تكون معلقه في السقف احيانا في بعض المساجد. المساجد فانوس واحد ويعلق فيه فانوس. نعم. يصلوا فيه المغرب والعشاء. يصلوا فيه المغرب والعشاء، وفي النهار طبعا إضاءة. النهار ممتازة. جزاك الله خير ويعطيك العافية، وشكرا لك على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى إن شاء الله أن. ترى في معلومة ثانية تفضل. بالنسبة للأرضيات حق المساجد هذه. كان طبعا قبل تطلع اللي هي البسط والفرشات اللي كان في البداية يفرشوا طبقة من الرمل في المنطقة في الأرض هذا، على أساس إيش؟ عشان لما يصلوا المصلين ما توجع رجولهم. نعم. الأرض ما تكون الأرض قاسية عليهم، الأرض رملة خفيفة على نعم. نعم. بعد طبعا ما طلعت الفرشات وهذا فرش البساط ولا حصفة، وبعدين جت البسط. وبعدين اللي هو حتى بعدين في الآونة الأخيرة اللي هو كان قبل يعني عهد الكهرباء كان يحطوا خزان، حاطين خزان تحت هذا، تحت الدرج اللي يسموه السرير او بيت الدرج. هذا بيت الدرج. يحطوا حاطين فيه خزان كبير وفيه اباريق. يعبى بالمويه، يعبى طبعا يعبوه من العين هذه، من العين الاسطوله هذه. واي عابر سبيل يبغى يتوضا ياخذ له بريق ويطلع برا يتوضا، كانت ما في مويه. نعم. جزاهم الله خير ورحمهم الله، والشكر والتقدير للهيئة الملكية على هذا الجهود وهذا الاهتمام في بيوت الله. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من حسنات الهيئة الملكية أنها قامت بإعادة ترميم البساتين اللي في المزارع. نعم. لكي يستفيد منها عابر السبيل يصلي فيها، وفي نفس الوقت إعمار لبيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
فجزاهم الله خير على هذه الفكرة يعني. نعم جزاهم الله خير. إعادة ترميمها، وها نحن نشهد. في مسجد آخر كمان قريب من عنده اللي هو مسجد الحامري. مسجد الحامري إن شاء الله يطالوا الترميم. والله على حسب كلامه إنه إن شاء الله هو داخل في الترميم. على حسب ما سمعت إنه كل المساجد اللي في الوزارة بترمم. أيوة. وممكن في عندنا مسجدين كمان في الجهة الشمالية في البساتين. مضبوط. نتمنى أن تصلهم الرسالة إلى الهيئة، والهيئة إن شاء الله ما يقصروا، وأكيد أنهم على علم وعلى معرفة بكل الأماكن السياحية والأماكن التراثية التي تحتاج إلى ترميم وعناية، خاصة بيوت الله. خاصة بيوت الله. نعم. صحيح، لأنه عرف عن الدولة السعودية رعاها الله وحماها. جزاهم الله خير. إن منذ نشأته وهي نشأت على الاهتمام وعمار بيوت الله. نعم. والاهتمام فيها، وهذا يعني ليس بمستغرب عليهم. نعم. الله يحفظهم إن شاء الله ويجعلهم دخل الإسلام والمسلمين إن شاء الله. نعم جزاك الله خير وكثر الله خيرك، يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك على هذه المعلومات وهذا اللقاء الجميل معك من مسجد المفجر، وهذا الجمال وهذه الطبيعة وهذا المكان الذي يمر معه الآن الكثير من السياح كمعلم سياحي. والآن يعني ما في عذر لك أنت إذا أدركتك الصلاة ظهرا أو عصرا أو مغرب وعشاء. المسجد هذا على الطريق، وفي مسجد آخر عند الحامري إن شاء الله راح يترمم، وإذا بدأ الترميم حقه إن شاء الله راح ننقل لكم له صورة وتسجيل بمشيئة الله. شكرا لكم.